يا صباح الفل. محدش سأل نفسه لحد دلوقتي شيكابالا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا ما تعرضوش لعقوبة ليه؟ في عقوبات لشيكابالا والدونجا بسبب الإشارات اللي بالرشوة للنادي الأهلي، وناصر ماهر وعبد الله السعيد ما طلعوش خدوا الجوائز بتاعتهم الميداليات لحد دلوقتي. ما تعاقبوش ليه؟ عشان اتحاد الكرة ما بيكرهش غير الأهلي في مصر. ونرجع لحسام حسن بقى حنفي وإبراهيم حسن مراد حنفي بسبب النادي الاهلي ولاعيبته والاتصال بتاع كولر. ببساطه كده اتحاد الكوره عايز يقضي على النادي الاهلي، عايزين يناموا ويقوموا الصبح ما يلاقوش النادي الاهلي. علشان محمد صلاح ابراهيم حسن طلع زاط وقال لك لا، محمد صلاح يجي نكشف عليه ونشوف ونحدد احنا. بعديها حسام حسن حنفي وواحد مرات حنفي محمد صلاح قدام مانشستر سيتي تعادلوا 1-1، ولعب التسيجا اول امبارح وفاز. ولعبت الاهلي صار لهم مؤامرات في التحدي علشان يقضوا على النادي الاهلي. ببساطه كده حسام حسن قلب حنفي عشان ما يزعلش محمد صلاح، عشان صلاح بيصرف على الاتحاد. محمد صلاح يعني يشيل شرط محمد صلاح على ثروه، على جمال علام وعلى الناس دي في اتحاد الكوره. عروض دبروا ماتش للنادي الاهلي بتاع فيوتشر يوم 3 ابريل. قام ربك ويمكرون ويمكر الله، خلي ماتش الاهلي يتاجل يوم 5، تاجل ماتش يوم 5. قام غصب عنهم اجلوا ماتش فيوتشر. اتحاد الكرة عايز يقضي على النادي الاهلي ببساطه، وكلام بسيط جدا اهواتي. انا لا محتاج لايك ولا شير، انا محتاج الناس بس يشوفوا الفيديو ده ويعرفوا كوارث الاتحاد اللي بيعملها النادي. محمد صلاح يصرف على اتحاد الكوره، اللي ماسكين اتحاد الكوره هيسافروا الاهلي 29 والماتش يوم 29. اتحاد الكرة يا فاسد. عملتوا ايه مع امين عمر ومحمد الحنفي اللي ظلم الاهلي ظلم واضح قدام البنك الاهلي؟ كل ده عشان الزمالك، وان شاء الله الزمالك مش هياخد بطولة. ان شاء الله الاتحاد الافريقي هيلغي الكونفدرالية عشان الزمالك يلعب في دورة رمضانية، وشيكابالا النصاب. زعدوا الزمالك وقضوا على الاهلي. الاهلي اللي رافع راسكم في كل محفل دولي وعالمي. سلام عليكم.